السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ففي آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم جاءته رسالة من اليمامة مكتوب فيها: من مسيلمة رسول اليمامة إلى محمد رسول العرب. أما بعد، فلنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوما يعتدون. فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عاجلة فحواها: من محمد رسول الله إلى مسيلم الكذاب. أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. واليوم كنشوفوا بعض المتهافتين وبعض السفهاء تدفزوا على حدود وهمية وضعها الغرب، وضعها المستعمر باش يفرق بيننا وبين خوتنا، وباش يفرق البلاد الإسلامية وما نتحدوش. هما اتحدوا فسموا الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد السوفيتي. والمسلمين تجده تقرا في لافاك وعنده عقل وتكتب منشورات ما شاء الله هادفة بعض الأحيان، لكن يزلق في هذا المزلق بعض الأحيان وتكتب لك: حنا تلقونا على الجزائر وتفرجوا فيهم، ما الجزائر يهود. فهذا ليس بينه وبين الجزائر فقط، بل حتى بين مصر والسودان. جميع البلدان الإسلامية تحطوا فيها مشاكل. مصر والسودان فرقوهم ودار لهم مشكل في النيل، فديما مدبزين على النيل. ما عمرهم ما يتحدوا، ما عمرهم ما تولي بينهم اخوه، ما عمرها تولي بينهم العلاقات تجاريه ولا يعاونوا بعضياتهم، ولاو عديان بحال احنا خارجين من واحد البطن وهو بطن الاسلام، ومع ذلك بحال احنا يهود بيناتنا، ولا بحال احنا ما عرفت شنو. بعض البلدان فرقوها بالطائفيه، لا هادو خوارج، لا هادو داعش، لا هادو هادي، لا هادو هادي. فالانسان ولا الطائفيه هذه راه ماشي اولا ندبزوا عليها مقارنه مع فلسطين اللي خاصنا نقضوا. حنا خاصنا نتحدوا، واخا كانوا هادو مخالفين لينا، حنا تجمعنا الله، رب واحد، تجمعنا قران واحد، قبله واحده، نبي واحد، بزاف الحوايج تجمعنا فيهم. علاش نتحد انا مع امريكا ولا مع يهودي باش نحارب واحد نجتمع معايا في هذا الربعه د الحوايج؟ علاش ما نخدم عقلي؟ علاش مثلا المغاربه دابا مدابزين مع الجزائر على قبل قطعه ديال الارض، على قبل الحدود؟ حنا ديك الصحراء نخداوهم ولا خديناها حنا؟ راه ما شاطينا فيها والو حنا الشعب. راه الحكومه تدبز بيناتهم على مصالح شخصيه، راه ما كيدبزوش عليك انت باش تكون انت ديما ناشط، وانت تكون زاهي، وتكون ديما فرحان وديما. علاش كنربحوا السيئات يركات؟ علاش كنسبوا مسلمين بحالنا؟ نقول لي جزائري كلاب، ولا يسبونا حنا مغاربه عندهم الدعاره، نسبوهم حنا نتوما عندكم الفقر، نتوما. علاش ما نكبروا العقول ديالنا؟ علاش؟ راه المستعمر فاش دخل البلاد ديال الاسلام وهو في موطن قوه، هو واعر علينا، راه ما خرج وخلانا هكا. ما يمكنش، ما يتقبلش العقل هذه بانه هو في موطن قوه ويخرج ويخلي لك الارض هكا، يقول لك يلاه صافي انا سمحت لكم، يلاه الارض ديالكم. لا، زرع مشاكل بيننا وبينهم باش ديما نرجعوا ليه، يكونوا بحال بابا ماما، رجعوا رضعوا منه بحال جوج دراري صغار دابزو كيرجعوا لباهم باش يحكم بيناتهم. برا الداليه شكلاطه، برا الداليه هذه، ولا جوج تلاميذ كيرجعوا للاستاذ ديالهم، راه الداليه خبزي، راه الداليه هذه. بحال هكا داروا لينا، وحنا ما نخدموش العقول ديالنا. حنا تحركنا دوك الشعارات الخاويه، دوك الهتافات ديال العاطفه. لا، راه حنا واعرين المغاربه جدود ديالنا، وهما حتى هما تيقولوا حنا بلد المليون شهيد، تلقونا على المغاربه وتفرجوا فيهم. حنا تنقول لهم تعقلوا في حرب الرمال. راه عار علينا ندبزوا حنا مسلمين بيناتنا، عار والله لا عار. شوفوا هما اتحدوا بيناتهم وحنا كندبزوا بيناتنا. هذه رساله للشباب بحالي اللي باقي يعقلهم، اللي كنتمناو منهم في المستقبل هما اللي غادي يكونوا، واحد فينا يكون وزير، واحد فينا غادي يكون طبيب، واحد فينا غادي يكون في الاعلام. حنا دابا باقي تنقراو، ولكن من الواحد 20 عام ولا 10 سنين راه حنا هذوك الشراف يمشوا بحالاتهم، حنا غادي نبلاصيو بيناتهم، نتبلاصاو بلاصتهم، ما نكونوش بحالهم. بينا نرتقيو شويه، بينا نغيروا هذا الملل هذا الذل اللي صاب الامه الاسلاميه. ملينا من التفرقه هذه، ملينا منها. فاش خرجوا خلاو حدود بيناتنا وفرقوا الدول الاسلاميه كلها، وهذا الشيء هو اللي تاثر على الدين ديالنا بحد ذاته. الدين تاثروا عليه. ما نتحدوش باش نقضوا المسلمين ديالنا خوتنا في فلسطين تيضطهدوا، في افريقيا الوسطى، في بورما، في اي بلاصه المسلمين تيضطهدوا، وكل واحد تيقول الحمد لله انا ما جاوش المغاربه، ما جاو لناش حنا. الجزائر تيقولوا احنا الحمد لله ما عندناش حرب، ما عندناش. شكون اللي بينقذ فلسطين؟ شكون اللي بينقذ بورما؟ شكون اللي بينقذ سوريا الان؟ شي كون كانت الدوله العثمانيه ما غاديش تكون هادشي في سوريا دابا. واحد يا خيل الله يركبي، المسلمين محلوا الباب الجهاد، يدوزوا من الجزائر، يدوزوا من اي بلاصه ويتجمعوا ويفتكوا بداك المجرم بشار الاسد، يفتكوا بروسيا، يفتكوا بكاع دوك النساق السودين تاع ما كانت تتحرك ديك الساعه فاش كانت الدوله العثمانيه. ولكن فاش فرقونا داروا فينا ما بغا، فرق تسد، ولا هما تيتحكموا فيك، يجيو يقتلوك، يدوا لك اللي بغاو، يدلوك ودوك اللي حداك ما يقدرش يهضر. علاش؟ حيتاش يقول ماشي احنا بوحدنا، وهي راه غير حدود وهميه. حنا راه كنا ارض وحده بكري، راه كانت خلافه واحده. كان الجزائر المغرب بوحده اللي ما كان داخل، كان عنده ولايه، كان شاده نص الجزائر، وكان شاده موريتانيا، وكان شاده الاندلس الفوق، وكذلك الدوله العثمانيه كانت شاده. ومع ذلك شوف كانت حدود بين المسلمين، بين المغاربه وبين الدوله العثمانيه، ومع ذلك كانوا كيتعاونوا، كانوا كيتحدوا. مضيق جبل طارق كيدوزوا منه، كيخرجوا منه، والمبادرات التجاريه وكذا الى غير ذلك. كان داكشي محلول وبنادم ناشط وزاهي وناصرين الدين.
ودابا اللي خاصنا حنا ننصروا الدين، ولينا كنتسناو حنا هما ينصرونا، هما اللي يحلوا لنا المشاكل ديالنا. زينا بانكيمون ولا بوكيمون ولا سميتو قال لي واحد كاع ما حل عيني باش يحل لنا المشكل ديال الصحراء، صدق والله. حنا ولينا كنعيطوا لهم يحلوا المشاكل ديالنا. هادشي ما كانش بكري. فآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون، ترى هل يرجع الماضي فإني أذوب لذلك الماضي حنينا، دعوني من أمان كاذبات فلم أجد المنى إلا ظنونا، وهاتوا لي من الإيمان نورا وقووا بين جنبي اليقين، أمد يدي فأنتزع الرواسي وأبني المجد مؤتلفا مكينا. الصحراء ديال الله سبحانه وتعالى والأرض كلها لله سبحانه وتعالى يورثها من يشاء من عباده. حنا خلفاء ديال الله في الأرض، وراه ما عندناش بحال شي واحد ديال في القنطرة، ما عندناش نسكن، ما عندناش ندومو هنا، حنا راه دايزين من هنا. فالإنسان يحسن العمل ديالو ويقوي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ويعرف بأن راه الجزائر خوتنا وجميع العالم الإسلامي خوتنا، ولو اختلفنا في بعض الأشياء ولكن تنبقاو خوت، ما يفرقنا العدو. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى توصل الرسالة وينتشر الفكر ديال السلام والأخوة والمودة بين المسلمين، ونحيدوا داك العصبية والجاهلية ودوك الشعارات ودوك الصفحات اللي كيشيروا فتنة. راه همهم يرجم، راه همهم غير الجيش وسميتو داكشي، راه ما كاينش شي حاجة، راه في الواقع راه والو. تلقى كاع ما تيصلي ما والو وتيقول لك حنا ننصروا بلادنا والوطنية، ولا نصر غير راسك، نقدر راسك من النار، نقدر راسك دير داكشي اللي قال لك الله سبحانه وتعالى. فالسلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.